أمطار وثلوج بعدد من مناطق المغرب. قال الحسين عبد مسؤول مصلحة التواصل بالمديرية العامة للأرصاد الجوية إن الحالة الجوية ستشهد بحول الله ابتداء من اليوم الخميس 7 من مارس حتى نهاية الأسبوع تغيرا بسبب اقتراب منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة من شبه الجزيرة الإيبيرية، مما سيعمل على إزاحة مرتفع جزر الآزور غربا وتعزيز تيار شمالي غربي مناسب لوصول الغيوم وهطول الأمطار على المغرب. وأفاد يعابد أنه يتوقع أن تهم زخات مطرية محلية اليوم الخميس كلا من منطقة طنجة اللكوس ومنطقة الغرب وغرب الساحل المتوسطي والسهول الشمالية والوسطى ومرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والسايس والريف وشمال المنطقة الشرقية. إلى جانب ذلك ستهم بعض القطرات المطرية المناطق الوسطى مع تساقط الثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والريف التي يتعدى علوها 1600 متر. وستصاحب هذه الاضطرابات وفقا ليعابد رياح معتدلة مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من المناطق الشمالية والوسطى والريف والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والأطلس وجنوب البلاد، مع تناثر بعض حبات الغبار محليا بالجنوب والجنوب الشرقي وشرق البلاد.